قصتنا اليوم تتكلم عن واحد مغربي. هذا الواحد كان قاعد ويا ربعه واتفقوا على يوم انه يطلعون الى احد الجبال يقعدون يستانسون ويعني يغيرون جو يعني. وفعلا حددوا لهم يوم وطلعوا وراحوا وقعدوا باحدى الجبال، فقالوا له انت عليك تسوي الشاي. فقام يسوي الشاي والسوالف هذه وجهز الشاي وبدأ يغلي الشاي والسوالف هذه. يا بيقوم بالغلط، طاح الغوري اللي فيه الشاي الماء الحار على الأرض. يقول بحزتها ما أدري شنو صار فيني، حسيت نفس الكهرباء وللأسف إني ما ذكرت الله. قمت شلت الغوري ثاني مرة، عبيته ماي وجهزت الشاي وأمورنا بالسليم. وكملنا اليوم ولا كأنه في شيء وما في شيء يعني، إلا اللهم اللي أول شيء حسيت بكهرباء خفيفة وبعدها راحت. وقعدنا يومنا كله وأمورنا بالسليم، ورديت بالليل وكل شيء عادي، ما في أي مشكلة له. بس بدت تيلي يعني من بعد اليوم هذا بيوم بدت تيلي أحلام. مرة تكرمون أحلم بكلاب، مرة أحلم بحمير، مرة أحلم بذياب، مع أني أنا وأنا صغير أني أخاف من الذيب هذا، كذي من الله أني أخاف منه. فكان يتكرر علي حلم الذياب أنها تلحقني يعني هاللوية هذه كلها. وكثرت علي هالأحلام لدرجة أني حتى يعني مو بس بالليل، يعني حتى يوم للصبح أطلع ولا شيء أرد الظهر برتاح، حتى بالنومة هذه اللي قيلولة أبو ساعة تقريبا هم أحلم أحلام مرعبة جدا من تكرمون الحيوانات هذولي. وصلت المرحلة وياي فوق الأسبوعين، فبديت أتعب شوي شوي. فقلت خلت تجي حق واحد وأقول له موضوعي وشنو قاعد يصير وياي. وفعلا رحت حق واحد إمام مسجد وشرحت له موضوعي كله. فقال لي أول شيء أنت شو مسوي شيء؟ هل أنت طاق حيوان؟ هل أنت يعني مسوي إزعاج، داش بيت مهجور؟ يعني قاعد يشرح لي بألف شغلة، وأنا كله قاعد أقول له لا يعني ما سويت شيء يعني. وراح عن بالي إن أنا طاحت مني الدلة وصب الماء الحار. شوي كذي هو قاعد يقول لي فكر، يمكن صار وياك كذي، يمكن صار وياك كذي. فمن السوالف قال يمكن إنك صاب ماء حار بحمام، صاب ماء حار بمكان، يمكن حتى بدون غلط. قال إيه أنا ذكرت لما كنا طالعين البر، وقال له الموضوع كله. قال له الظاهر إنك أنت ضريت أحد وإن شاء الله ما في إلا العافية. وبدأ يقرأ عليه والحمد لله. قال لي تم على صلاتك واقرأ معوذاتك واقرأ هذا، ولله الحمد تميت فوق 3 شهور وأنا على الموضوع هذا، ولله الحمد ما يأتيني أي شيء، لا أحلام ولا شيء، والحمد لله عدت على خير. فشفت يعني البلد ضاقت علي، ما في وظائف ما في شيء، ففكرت اني هاجر حالي حال باجي للمغاربة. وين؟ الى فرنسا. يعني دام ان احنا نعرف المغاربة اكثر شيء يتكلمون فرنسي، يعني بحكم الاستعمار اللي حصل وياهم كان فيتكلمون فرنسي. فقال بحاول اني هاجر واعيش هناك، يعني ادور لي وظيفة وهذا. فعلا ضبطت شغلي وكذي وسافرت الى فرنسا. رحت هناك ادور وظيفة ادور شيء، ما حصلت. فما لقيت لي الا وظيفة اللي باليومية، يعني كثر ما تشتغل يعطونك على الساعة اللي انت اشتغلتها. فقلت ما في الا ادور لي سكن رخيص واسكن فيه، وربك يسهلها بعدين لما نلقى وظيفة أحسن من الوظيفة اللي أنا فيها حاليا. لقيت لي شقة كانت صغيرة بعمارة يعني ممتاز، وسعرها وايد كانت رخيصة. فقلت له خلاص أبي الشقة هذه، وكانت تقريبا شبه مفروشة يعني. فأخذت الشقة وحطيت شغلي فيها ونزلت على طول، رحت دوام عشان أخلصه. ورحت خلص دوامي كذي.
نفس ما انتم عارفين لما ترد تكون تعبان حيل لانك انت قاعد تداوم بالساعه ما تخلص الا بالليل يعني على حسب الشغل. فرديت كنت وايد تعبان، فقلت اكل شيء خفيف وانا راد بالطريق وارد البيت على طول احط راسي وانام، لاني انا مو شايف شيء قدامي من التعب اللي انا قاعد اشتغل فيه. وفعلا كلت لي لقمه ورديت البيت من التعب، حطيت راسي ونمت. وبنص الليل سمعت صوت طق الباب، باب الشقه. فمو قادر ابطل عيني من كثر ماني تعبان وتم يطقون الباب. فقاعد اقول باللغه الفرنسيه منو عند الباب، ما حد قاعد يرد. فقمت على حيلي وبطلت باب الشقه، فلقيت مرة عيوز وكانت بشعة جدا وكانت تطالعني. فانا يعني لا شعوريا قلت لها اهلا وسهلا وحياك الله، تفضلي تقدرين تبين اخدمك في شيء؟ فطالعتني وقالت لي اهلا وسهلا واعطتني ظهرها ومشت. رديت صكيت باب الشقة ورديت الى الغرفة. فوانا راد الغرفة عشان انام قاعد افكر يعني منو هذه اللي جايت لي باخر الليل ترحب فيني بالسكن الجديد؟ هل هي جارتي؟ هل وحدة من سكان البناية نفسها؟ بس يعني ليش ما جت لي ابكر من كذي؟ ليش جت لي يعني تالي الليل يعني عشان ترحب فيني وتمشي يعني؟ فألف سؤال اللي جاب بالي، وما جاب بالي انه راح تجيلي مضرة من هالشقة هذه. المهم حطيت راسي ونمت. قمت ثاني يوم واتجهت الى الدوام. اشتغلنا نص اليوم فسلمنا الشغل اللي علينا، يعني خلص الشغل اللي كنا نسويه، فصار باقي اليوم اجازة خلاص. فرجعت الى السكن وقلت منا اسوي لي اكل ومنا اريح، بعدها ننزل اشوف السوق ما سوق اللي حوالي اللي تحت بنايتي. بعد ما كليت اكلي وهذا نزلت الى السوق قاعد اطالع الناس اللي قاعد تتمشى ويعني اشوف. لما حسيت ان الدنيا قاعد تغيم يعني يبي يدخل علينا المغرب، قلت خلاص ارد الى الشقة. منا قاعد شوي بالشقة ومنا اصلي واتسبح واحط راسي انام، لان وراي قاعدة باكر الصبح حق الوظيفة او الشغل المكان الجديد الثاني اللي راح نشتغل فيه هم بالساعة. رجعت البيت قعدت شوية قلت خل ادخل اسبح. دشيت وانا قاعد اسبح سمعت صوت طق الباب ثاني مرة. يعني شي طلعني انا قاعد اسبح الحين. فتم يستمر على طق الباب. فسكرت الماي طلعت بطلت باب الحمام تكرمون، قاعد اقول منو ما حد جاوب. فقلت خل ارد اسبح بسرعة وارد اطلع اشوف منو. وفعلا بسرعة خذيت شاور سريع بس اني اشيل الصابون اللي علي، يعني شلت الصابون تغطيت ورحت بطلت باب الشقة. طالع منو ما في ولا حد، بس شفت علبة عند باب الشقة وفوقها وردة ومكتوب على العلبة اهلا وسهلا. فحسيت في شيء غلط، يعني الكلمة هذه كانت تقولها المرأة العيوز اللي جت لي، والحين ساعة يعني على الأقل إن أشكرها يعني. فرديت حطيت الساعة وعجبتني الساعة، يعني ساعة على الطاولة شي حلوة وخشب. فدشيت قلت خلاص خل أكمل سباحتي يعني. دشيت كملت سباحتي وأنا بالحمام توني خالص مبطل باب الشقة، ولا يصير على الساعة مثلا 8 بالليل فطلع منبه من الساعة اللي احنا نعرفه كل المنبه، يعني يطلع نبرة يا يطلع رنة يا يطلع صوت طير. بس الساعة كانت وايد غير. لما صارت الساعة 8 النغمة كانت اهلا وسهلا. يقول بصراحة بحزتها انا خفت حيل، ان وايد اشياء مرتبطة ويا بعض، العيوز والساعة يعني بالمنبه صوت اهلا وسهلا. في شيء غلط بس ما في مشكلة. خلا انزل باكر الصبح اشتري وردتين واروح اشوف وين شقة المرأة الكبيرة بالعمر، من نعطيها اياه ترحيب نفس ما هي رحبت فيني، سواء بيتها او بالساعة اللي حطت لي اياها.
وفعلا ثاني يوم الصبح اتجهت إلى محل ورد وخذيت وردتين ورديت البناية، بس أنا ما أعرف أي شقة، فتميت أطق على شقة شقة وأسألهم، يقولوا لي ما عندنا كبيرة بالعمر. لما خلصت الطابق كله اللي أنا فيه وما فيه مواصفات المرأة هذه، نزلت إلى حارس البناية فسألته عن مواصفات هالعيوز إن هي بأي شقة. الصدمة إن الحارس قال لي ما عندنا مواصفات العيوزة عندنا نهائي، وما عندنا أساسا عيايز بهالبناية. فصارت عندي 1000 شغلة وشغلة. بديت أتشكك بالموضوع، هل هي أنس؟ هل هي جن؟ مع أن شكلها كان جدا بشع. فقلت لا حول ولا قوة، مسيرتها بطق الباب وبعرفها هي من وين قعدتي وترحب فيني. وفعلا صليت، خلصت، كليت لي لقمة خفيفة وجيت عشان أحط راسي وأنام. يوم اللي نمت أنا أتذكر أني شفت الساعة 7:30 بالليل، حطيت راسي ونمت. الساعة 12 بالليل لما شفت المنبه جيت بقوم، ما قدرت، حسيت كأن في أحد لامني بالفراش من وراء ظهري، ومو قادر أتحرك ولا قادر أنطق بكلمة. حاس إن في أحد حاضني، لامني من وراء ومكتفني، ومو قادر أتكلم. فجأة ولا الشخص اللي وراي يمد إيده صوب صدري، أنا لمحت إيد إنسانة أو إنسان كبير بالعمر. ومن الخوف إني مو قادر أتكلم حسيت إن الوي قاعد يقرب عندي وأنا مو قادر أتلفت بس بعيني. ويوم اللي شفت المرأة العيوز نفسها وهي قاعد تبتسم بوجهي. وحاولت اني اتكلم مو قادر، شوي شوي وقاعد احاول اقول معوذات وهذا. لما قدرت انطق واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مرة واحدة كل شيء بالبيت وقف وقدرت انطلق، ولفيت جسمي عشان اطالع من وراي ولا ما في احد. وفجأة وانا قاعد من الخوف قاعد اقرأ المعوذات ولا تصير هزة بالشقة عندي. من قوة الهزة اني انا قعدت يم السرير عشان بس لا تطيح علينا البناية. ومن كثر الهزة تقريبا دقيقة كل الصحون والقلاصات اللي بالمطبخ قاعد اسمعهم يطيحون يتكسرون. بعد الدقيقة هدى البيت كله، اتجهت للمطبخ وفعلا لقيت الصحون والقلاصات متكسرين كلهم. قلت خلا اطلع برا الشقة واشوف شن صار على جيراني، شن صار على القطعة اللي انا قاعد فيها من الزلزال. لما طلعت اكتشفت ان الكل نايم. طلعت برا ولا كنا في شيء صاير، يعني الهزة اللي كانت صايرة عندي بالسكن بس بغرفتي انا، يعني بشقتي انا بس. هني دريت ان البيت مسكون، وقلت ما راح انام لباكر الصبح واتوجه حق احد من المغاربة الموجودين يمكن يدليني على واحد يقرأ ونبي نعرف شنو الموضوع اللي صاير. نطرت لما اذان الفجر، طلعت وقاعد ادور لما لقيت لي المغاربة اللي كانوا هم الهجرة وما هجروا بالمنطقة نفسها. كلمتهم ان شنو صار وياي، ودوني حق امام مسجد مغربي يصلي فيهم. وبعد ما صلينا بالمسجد قعدني ويا امام المسجد وقعدت اشرح له اللي صار وياي كله. فقال لي كل اللي صار وياك هذا من الجن. وهذه المرة اللي جت لك اول شيء جت لك بصورة مرعبة انها تخرعك وقالت لك اهلا وسهلا عشان تهدي المكان، بس انت صممت وقعدت. وهذه مبين ان هي صاحبة البيت اللي انت ساكن فيه وانت جيت عندها، فهي قاعد ترحب فيك. وهي لما شافت ان انت مو راضي تطلع خافت ان انت تأذيها، فجت وسوت لك هذا كله اللي لمتك وهذا وبدأت تخرعك. فنصيحة مني لك، دام ان انت الحين ما نمسيت ولا حاشك شيء، غير لك الشقة هذه.
وفعلا رحت خذيت أغراضي ورحت سكنت بمكان اللي يسكنون فيه اللي يجون مهاجرين، اللي ناس يعني قاعة كبيرة فرش بعض ينامون، ناس مشردين. نمت وياهم لمدة 2 شهرين لما قدرت أجمع شوي شوي وأجرت لي شقة بروحي. وهذا كانت قصة أخونا المغربي بفرنسا. طبعا احنا قلنا بمليون مرة أي مكان تدخلون يا جماعة شيء جديد تعوذوا من الشيطان، قولوا اللهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، وإن شاء الله ما يصيبك إلا كل خير. هذه كانت قصتنا اليوم وخلصت، وإن شاء الله لنا قصة ثانية باكر. وإذا عجبتكم القصة لا تنسوني باللايك والاشتراك وترسلونا حق الجروبات اللي عندكم، حتى الجروبات واتساب. السلام عليكم.